عليكم ورحمة الله وبركاته من يومياتنا جوان ونور. هنبدأ النهاردة يا جماعة بعمل طريقة قراص بيتي لو لبن الكراب عندي. أحلى طريقة خطوة بخطوة. تمام، هذا نص كيلو دقيق ب3 معلق سكر أهمن، ونص معلقة ملح، وادي خميرة دي للآخر هي ودي. هنضرب اللبن الرايب ده معاكم في قلب الخلاط، هورولك هيرجع زي اللبن الحليب من تاني. معلش بس عشان صوته تعبانين وكده. بس زي ما انتوا شايفين بصوا اللبن رجع زي اللبن الحليب بالظبط. وادي ربع كيس كيك شيف هيديلك خمران بسرعة. وادي الفانيليا وحاجة ضمناها وانت في بيتي. وادي الكيس الخميرة، كل ده من هعمله معاكم دلوقتي. بتقلبي كل ده من لوحده. شوفي ده ربع كوباية زيت. في الشتاء بتتخمر ساعة، في الصيف نص ساعة. تمام، ما انتش هتلاقي احسن منه بيتي وحاجة انت ضمنها وواثقة. عاملة ازاي جوزك رايح شغله قرصة في بعجوة وفي بجبنة، انا هعملها سادة وبعجوة. وهو طلع الشغل هياكلها، هو مثلا قايمة الصبح مش جعانة هتاكليها. تمام. يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين هي مبتاخدش حاجات كتير، هي نص كيلو دقيق وادي اللبن حسب ما انت عاملة الكمية. انا عاملة نص كيلو، بتاخد منك حسب اللبن اللي انت بتحطيه، مش احسن من ده ولا انضف منها. ولو عايزاها تاخد الطعم الجامد اوي تحسسهم ان انت شايراها من بره، هنزل نعجنها على الارض. شايفين عليكي لو ما عندكيش لبن رايب تقومي جايباه وتقومي جايه حاطه عليه معلقتين هتقومي حاطه عليها معلقتين خل، وبعد كده تسيبيه وهو معاك على النار هيقطع من نفسه، وتقومي ضرباه في قلب الخلاط هيبقى جميل. ولو ما عندكيش ده ولا ده عادي كيس لبن بودرة تستخدمي بيه او علبة زبادي. ده وده ما توقفيش يعني حياتك على حاجة معينة. انا هحط لها شوية لبن لان هي محتاجة جامدة، انا مش عايزاها بالجمدان دي. يا حبيب قلبي خطوة بخطوة. وحاجة انت واثقة فيها وضمنها للعيال، ودي بصراحة اللي في الشتاء، في الشتاء ما بتتاكلش غير في الشتاء. عليكي تعجنيها وتقضي مصالحك، تلاقي خمرت منك تقعدي انت وبنوتك تعملوها وتشكلوا القرص اللي انتوا عايزينها تكون عامله ازاي. على فكرة يا بنات هي بتاخد عجين كتير عشان تبقى معاكم حلوة. بلسم
استرتش عندك ورق استرتش تغطيها. جه الاسترتش اهو يا بنات، هنغطيها زي ما انتوا شايفين، هوريلكم في الاخر. كده بقى هنغطيها، وبعد ما تخمر هتبقى معانا خطوه بخطوه زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. ست الحبايب يلا بتقطعها، وهكمل الباقي واوريها لكم. شوفوا ما هي حبايبي، اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين انا ببططها ربع تبطيطه صغننه، احط عليها كده واقفلها وهبقى معاكم اهي يا حبايبي. اللهم بارك يا رب. اهي بعد ما بططتها اختوا اللي انتوا بتشتروها من بره، ما فيهاش ولا اي افتكاسات. اهي يا حبايب قلبي التانية اهي، اللهم بارك. اهي اي عجوة عندك بتسخنيها او بتجيبها عجوة جاهزة من السوق، وبعد كده تقوم جاية عاملاها كده بالشكل ده، تقفل عليها حلو عشان ما تتفتحش منك. اهي يا حبيبي، اهي يا حبيبي زي ما انتوا شايفين اهي. ولا اخت اللي احنا بنشتريها من بره، اللهم بارك يا رب. زي ما انتوا شايفين اهي. وبصوا عامله بقرفه برضو، قرفه وساده. القرفه بتحط حسب ما انت بتحبها، كتيره قليله دي انت حريه شخصيه. وحتى مع سكر اهي، يعني برضو بتعمل بقرفه وبعجل اهو. ده اول صينيه، اللهم بارك يا حبايبي. هخلص بقى الصواني واكلم او نكمل تاني. دي بالقرفه يا حبايبي، انا عملت 2 ودي التالتة. تقفلها حلو عشان ما تفكش مني، هي كل ركك في قفلنا، وبتعملها كده عشان ترجع الشكل ده تاني. يا حبايب قلبي بصوا من الفرن اهو معايا اهو، مهدياه مهدي هو كله على ينه من تحت تمام، ومسخنه الفرن مسخناه. ده اول صينيه، الاتنين التانيين، واول ما يطلعوا من الفرن هوريهم لكم زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. وهوريلكم التانية اللي انا طلعتها برضه، شوفوا سخنه.